يا ترى انت عارف قيمتك؟ عشان تعرف تجاوب على السؤال ده صح، لازم الأول تسأل نفسك أنا باخد قيمتي من إيه؟ باخد ثقتي بنفسي والأمان في حياتي منين؟ هل بتاخد ثقتك في نفسك من نجاحك في شغلك؟ ولا من شهاداتك؟ ولا من علاقاتك؟ هل الأمان بتلاقيه في الفلوس والغنى والممتلكات؟ ولا أنت فاهم وعارف كويس جدا إن قيمتك أكبر من كده بكتير؟ وإن الحاجات دي كلها زايلة ومش المفروض أبدا أقيس بيها قيمتي؟ عشان تعرف قيمتك الحقيقية لازم تقيسها بحاجة ثابتة أو حد ثابت ما بيتغيرش، وقيمتك في عينيه كمان ما بتتغيرش. أنا بكلمك عن يسوع المسيح، الإله اللي بيحبك نفس الحب، وإنت حلو أو وحش، غني أو فقير، قوي أو ضعيف. بيحبك في كل حالاتك، بيحبك عشان إنت ابنه، مش عشان عايز منك حاجة. مش مستني منك تبقى متفوق أو تشتغل أو تجيب فلوس كتير عشان يسقف ويقولك الله يا حبيبي انت شاطر قوي، أنا بحبك دلوقتي أكتر من قبل كده. عشان أقرب لك الفكرة، تخيل معايا بنتك أو ابنك اللي لسه مولود. الطفل ده ما بيعملش أي حاجة في حياته غير إنه بيعيط وياكل وينام. هل أنت بتحبه لمجرد إنه ابنك، ولا أنت مستني منه حاجة يعملها علشان تحبه أكتر؟ ده تشبيه بسيط لمشاعر ربنا ناحيتنا. قيمتي في عينيه عمرها ما بتتغير مهما حصل. لو انت حاطط امانك وثقتك في نفسك او في الناس او في اي حاجة من الحاجات اللي بتتغير، يبقى انت لسه ما تعرفش قيمتك. بشجعك تقرب من يسوع وتعرفه اكتر، وتعرف قلبه وافكاره ناحيتك، وساعتها بس هتعرف قيمتك الحقيقية وهتلاقي الأمان اللي عمره ما هيضيع منك. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه، تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.